45 سؤال هترجع فيهم لكراسه المفاهيم، انت مش هتحل غير 20 سؤال منهم، والباقي هتقعد تكتب زي ما بنقعد نسمع الكلام. انا حليت اي كلام اي كلام اي كلام عشان الوقت. من الطلبه بتبقى فاهمه الدرس كويس قوي في الكيمستري، لكن تيجي تحل ما بتعرفش. تقعد تسمع شكواهم طول السنه، انا فاهم الدرس لكن مش عارف احل، فاهم الدرس لكن مش عارف احل. تمام. جزء كبير قوي من المشكله دي بيكون بسبب ضعف الباك جراوند بتاعتهم خلال سنه اولى وخلال سنه ثانيه، ان هم خلال سنه اولى وسنه ثانيه ما كانوش مهتمين قوي بماده الكيمستري، وللاسف في حاجات في سنه اولى وسنه ثانيه بنحتاجها جدا في سنه ثالثه، سواء وانت بتحل او سواء وانت حتى بتفهم الدرس الاساسي. حتى بتسمع الطلبه يقول لك انا في جزئيه مش فاهمها قوي في الشرح الاساسي، بيبقى فاكر انه بسبب صعوبه الجزئيه دي، ولكن مش بسبب صعوبتها ولا حاجه، بسبب ان هو بس كان ناقصه كام معلومه يبقى عارفهم. حاجه زي الايكويشن وازاي بتتعمل، ايه الفرق ما بين الاليمنت، ايه الفرق ما بين الكومباوند. حاجات لو كان فاهمها كان هيقدر ان هو يفهم الدرس الاساسي بمنتهى الاريحيه والسهوله، وكان هيقدر ان هو يحل. في اسئله كتيره جدا في النظام الجديد بتعتمد ان هو يبقى عارف يكتب كيميكال ايكويشن بشكل صحيح، يعمل كيميكال فورمولا بشكل مظبوط، يبقى فاهم حتى ايه الفرق ما بين ديفينيشن كومباوند ما بين اليمنت. يجي له في السؤال في النظام الجديد وجاب كتير جدا من 21 لحد 24 يقول له عايز الاليمنت اللي يوز ان كذا او الكومباوند اللي يوز ان كذا من شابتر 1. فهو بدل ما يختار اليمنت يقوم يختار له كومباوند، او بدل ما بيختار له كومباوند يختار له اليمنت، وابتدي ان هو يضيع عليه سؤال بدرجه او بدرجتين ملوش لازمه. لكن لو احنا قدرنا ان احنا ناخد كم المعلومات ده اللي هو من اولى وثانيه، اهم بس الحاجات اللي احنا بنحتاجها، ده ممكن يغنينا عن الوقوع في مثل هذه الغلطات. تمام. من واقع خبرتي كمدرس كيمستري كان بيجي لي طلبه على اخر السنه جدا كانت ناقصها المعلومات دي، مش عارفه تحل، ما بقتش عارف هل اشرح الاسئله الصعبه ولا ابتدي ارجع معاهم من الاساس اشرح لهم الكيميكال فورمولا والايكويشن وهكذا. فعشان كده قررت ان انا اعمل فيديو مدته ما تزيدش ان شاء الله عن ساعه في اهم المعلومات اللذيذه دي. تمام. هنشرح ايه في خلال الفيديو ده ان شاء الله. الطالب خلال اخر الفيديو ده يبقى قادر ان هو يبقى عارف ايه هو الكومباوند، الايونيك اند كوفالنت بوند، الفالنسي، الاتوميك جروب، الكيميكال فورمولا، اند فاينلي البالانسد ايكويشن. ممكن تكون الالفاظ اللي فاكر واللي مش فاكر، ولكن تعالى كده ندردش مع بعض فيهم ونحكيها كستوري. اول حاجه عايزين نعرفها ايه هو الكومباوند. يعني كومباوند طبعا لو حد كان حاضر معايا الحصه اللي فاتت اللي هي فيديو رقم 1 في القناه هيبقى عارف ان ايه هو الاليمنتس. من الاخر هو عباره عن بيور سبستنس، ماده نقيه جدا زي الصوديوم زي الايون زي البوتاسيوم زي المغنيسيوم، ماده بيور ما بتختلطش بحاجه. طب ايه اللي حصل لو اختلطت؟ ايه اللي حصل لو انا مكست خدت ان ايه حطيته على سي ال مثلا، مكستهم ببعض؟ التمكيسه دي الميكس اللي انا بعمله ده ساعتها بينتج الكومباوند. حتى ايه هو ديفينيشن الكومباوند؟ الكومباوند is a combination chemical combination between two or more elements. chemical combination between two or more elements ionic or covalent. يعني الاخر انا مكست، جبت صوديوم حطيته على السي ال، جبت المغنيسيوم حطيته على البي ار، تو elements حطيتهم على بعض، فساعتها بينتج عندك الكومباوند. تمام. طب انت بتركزهم ازاي؟ بجيب ال Na واجيب السي ال واقوم حاططهم لزقت جنب بعض كده فنتج عندي NaCl. على فكره هو ده السولت اللي احنا بنحطه على الاكل، ده الملح اللي احنا بنحطه على الاكل اللي هو ال NaCl. تمام. فكره الكومباوند وان انا ما يبقاش عندي اليمنتس كل واحد في حته لوحده كده، لا لا، ان انا احطهم على بعض فيطلع لي حاجه مفيده جدا اقدر ان انا استخدمها. فكره قديمه جدا من ايام الانشن سيفيلايزيشن، من ايام الحضاره القديمه. الفراعنه كانوا بيستخدموا الكومباوند في استخدامات عديده جدا، فكان عندهم كومباوند مشهور قوي اسمه NH4Cl. من الاسم كده هتلاحظ ان هو معمول من اكتر من اليمنت، ده معمول من نيتروجين، معمول من هيدروجين، معمول من Cl، من 3 اليمنت. كانوا بيستخدموه في عمليه الامبليمنج، التحنيط، وكان كومباوند مشهور قوي عندهم. في عصرنا الحالي بنسميه الامونيوم كلورايد. هتفهموا اكتر على اخر الحصه ازاي بقدر ان انا اسمي الكومباوندز دي. تمام. طب احنا في عصرنا الحديث امتى ابتدينا ان احنا نخلط الاليمنتس على بعض عشان نطلع حاجات احلى وحاجات افيد اللي هم اسمهم الكومباوندز دي؟ امتى عملنا كده؟ العالم الفرنساوي اللي خد جائزه نوبل اسمه انتوني لافويسيه هو اللي قدر ان هو يكتشف الفكره دي وحط في باله الموضوع ده علشان يعمله. تمام. انتوني عملها ازاي برضو؟ والله كان بيجيب ال Na زي ما قلت والسي ال ويحطهم جنب بعض عن طريق حاجه اسمها بوند، هي اللي بتلزق الاليمنتس ببعض. ما بنستخدمش لزق لكن بنستخدم حاجه اسمها البوند. تمام. عشان تعرف يعني ايه بوند وازاي بتربط الاليمنتس عشان تكون كومباوند مع بعض، تعالى هنا عشان تشوف. بص معايا، احنا قلنا ان احنا لو عندنا element زي ال Na وإيليمنت زي السي ال فالاتنين بتربطهم بوند بالشكل ده، صح؟ تمام. البوند دي في منها انواع، في منها نوعين كبار قوي عندي، اما انها تكون بوند اسمها الايونيك بوند،
واما انها تكون بوند اسمها الكوفيلنت بوند. ايه الفرق ما بين الايونيك وما بين الكوفيلنت بوند؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. الايونيك بوند دي بتكون ما بين حاجتين، ما بين تو اليمنتس طبعا، ما ده اكيد طالما هي بوند، ولكن نوع الاليمنتس هنا بيكون مميز، فهي بتكون ما بين الميتال وما بين النون ميتال. لو انت مش عارف يعني ايه ميتال ونون ميتال ارجع لفيديو رقم 3 في القناه عشان تعرف. الميتال عندنا هنا مثال عليه الصوديوم Na، والنون ميتال عندنا هنا المثال عليه الCl الكلورايد. فقال لك البوند اللي انت تربط بيها ال Na والCl عشان تعمل بيهم كومباوند اللي هو التيبل سولت اسمها ايونيك بوند مش كوفيلنت. فانت كده عرفت الايونيك بوند بتكون ما بين ميتال ونون ميتال. طيب ازاي بقى تفاصيلها، ازاي بتتكون؟ قال لك عشان تتكون لازما الصوديوم اللي هو اليمنت هنا ما يبقاش اليمنت، لازما يتحول لايون، يتحول ل Na بوزيتيف 1. طب هو الصوديوم يحب يتحول ل Na بوزيتيف 1 ويلوز الكترون؟ جدا، عشان بدل ما كان، لو انت فاكر الفيديو، بدل ما كان هيبقى اخره كام 1، دلوقتي هيبقى اخره 8 بس، فيبقى مور ستيبل. طب والكلوراين عشان يدخل في الرابطه دي والبوند دي ويكونها لازما يتحول لكلوراين نيجاتيف 1. طب لازما يتحول لنيجاتيف 1 طبعا. طب هل هو يحب يتحول لنيجاتيف 1 ايون يعني؟ جدا، عشان بدل ما كان هيبقى اخره 2 8 7، لا هيبقى اخره 2 8 8، هيجين الكترون من بره. جميل، يبقى احنا كده حولنا الاول الصوديوم لصوديوم بوزيتيف 1 والكلوراين لكلوراين نيجاتيف 1، فساعتها تنتج الرابطه تلقائيا سبونتينيوس على طول. طب ليه يا دكتور؟ لان الصوديوم هنا بوزيتيف والكلوراين هنا نيجاتيف، وانتوا عارفين قصه العشق القديمه ما بين البوزيتيف والنيجاتيف، زي الراجل والست يحبوا بعض جدا، البوزيتيف والنيجاتيف على طول يقوموا ملمسين في بعض، عشان كده بيلمسوا في بعض هنا ويكونوا البوند. كده انت قدرت تربط ال Na بالCl زي ما عم انتوني كان فاهمنا بالظبط، وكده انت كونت كومباوند. بدل ما كان عندك حاجتين بيور كل واحد لوحده ال Na والCl، قال لك ما تيجي نتجوز، ما تيجي نعمل مع بعض كومباوند، وفعلا بالظبط عملوا كومباوند. بس لو انت لاحظت العلاقه دي كانت علاقه توكسيك، واحد فقد لوز وواحد جين اكتسب، يعني واحد في العلاقه عمال بيدي يدي يدي والتاني عمال بياخد ياخد ياخد. هل دي حاجه كويسه؟ اكيد مش كويسه. تعالى بقى العلاقه الاحلى والانضف اللي هي الكوفيلنت بوند، ومن اسمها كوفيلنت يعني علاقه تساهميه، كل واحد بيساهم بحاجه في العلاقه دي. العلاقه دي لازم تبقى عارف انها بتنتج ما بين تو نون ميتال، نون ميتال ونون ميتال، مش ميتال ونون ميتال، لا نون ميتال ونون ميتال. نون ميتال ولنفرض زي مين؟ نون ميتال عندنا الهيدروجين، ونون ميتال عندنا زي مين؟ عندنا زي الكلوراين. تمام. الهيدروجين لو احنا وزعناه بطريقه اعداديه هتلاقيه ان اخره 1 الكترون، والكلوراين هتلاقيه ان هو 2 8 7 الكترون. يبقى في 7 الكترون قاعدين هنا، انا رسمت واحد منهم، وهنا في 1 الكترون انا رسمته بس. العلاقه دي بتنشا ازاي يا جماعه؟ قال لك الهيدروجين والكلوراين، مش احنا عندنا الكترون وعندي الكترون، ما تيجي نعمل علاقه مع بعض، انا شارك بالكترون وانت تشارك بالكترون، والتو الكترون دول يبقوا قاعدين ما بيننا احنا الاثنين بالشكل ده. الهيدروجين اتبسط قوي، قال لا طب انا كده هستفيد ايه؟ معلش، لا الكلوراين رد قال له عليه بدل ما انت هيبقى عندك 1 الكترون كده انت بقى عندك 2 الكترون اهم تنبسط بيهم، كده انت بقيت ستيبل، اخر ليفل فيك بقى كومبليت بالالكترون. طب والهيدروجين سال الكلوراين طب انت كده استفدت ايه؟ انا كده زي الفل، انت ايه مكسبك؟ قال له لا ما انا بدل ما انا 7 لما انا اديتك الكترون وانت اديت الكترون بقى كده في 2 ما بيننا في النص، ف7 على ال6 عشان بقى فقدت واحد، 6 و2 8، الله انا بقيت زي الفل، بقى اخر 8 وانت بقى اخرك 2، احنا بقينا زي الفل. يبقى تاني الهيدروجين بدل ما اخره 1 بقى اخره 2، والكلوراين بدل ما اخره 7 بقى اخره 8، فكده بقينا ستيبل سواء كهيدروجين وسواء ككلوراين. لكن هنا مش واحد فقد واحد جين، لا 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 لا، احنا الاثنين شاركنا، فاحنا الاثنين بقينا ستيبل وكونا بوند قويه قوي اسمها الكوفيلنت بوند، وبيبقى جواها التو الكترون قاعدين بالشكل ده كده اهو. تمام، كده احنا فهمنا ايه هي الايونيك بوند وايه هي الكوفيلنت بوند. ممكن مثلا ندي على امثله تانية مثلا لايونيك بوند زي مين؟ ايونيك بوند مثلا بتنشا ما بين المغنيسيوم لانه ميتال وما بين الكلوراين لانه نون ميتال، ونحط هنا 2 اهي البوند اهي ميتال ونون ميتال. طيب واحده تانية كوفيلنت، والله الCl والCl لان الكلوراين انتوا عارفين نون ميتال والكلوراين نون ميتال، فالبوند اللي بتنشا ما بينهم بوند ايه؟ بوند كوفيلنت. يبقى البوند دي كده اهي كوفيلنت بوند، والبوند دي كده اهي ايونيك بوند. من الاخر انا مش فارق معايا ايونيك ولا كوفيلنت، المهم ان انت قدرت تربط الاليمنت ببعضهم البعض عشان تقدر ان انت تكون كومباوند. طيب بعد التوبيك ده تعالى نتكلم على حاجه تانية، الا وهي
تعال نتكلم على حاجه تانية الا وهي الفالنسي. يعني ايه فالنسي؟ الفالنسي is the number of the electron gain lost or even shared in the chemical reaction. يعني بنيجي على كل element ونساله سؤال. element انت لو دخلت الرياكشن تلوز وتجين او تشير كم الكترون؟ فجينا عند الصوديوم ان ايه، لقينا الصوديوم يحب ان هو لو دخل كيميكال رياكشن يعمل ايه؟ قال لك والله انا بموت ان انا الوز 1 الكترون عشان يبقى اخر ايه تبقى ستيبل. قلت له يعني انت بتلوز 1؟ قلت له خلاص يبقى انت الفالنس بتاعتك ب 1. الفالنسي مكونه من نمبر ومكونه من ساين، يعني لازم تقول بوزيتيف ولا نيجاتيف. فقلت له مش انت بتلوز، لوز يعني بوزيتيف، يبقى انت بوزيتيف 1. شرحتها قبل كده اللي تابع فيديوهات القناه ليه لما انا الوز ابقى بوزيتيف، لانه لوز الكترون فعدد البروتون البوزيتيف بقى مور ذان النيجاتيف الكترون. جميل. طب لو انا دخلت على حاجه نون ميتال زي الكلوراين، قلت له يا كلوراين انت لو دخلت كيميكال رياكشن ايه دنيتك؟ تلوز ولا تجين وكام الكترون؟ قال لك انا جين. طب كام؟ 1. يبقى الكلوراين بيجين 1 الكترون، يبقى الفالنس بتاعته ب 1. بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف، لانه جين خد الكترون النيجاتيف يبقى نيجاتيف. دخلت على كومباوند على ميتال تاني اسمه الهيدروجين، لقيت الهيدروجين بيلوز 1، يبقى انت الفالنس بتاعتك بكام؟ ببوزيتيف 1. يبقى احنا كده فهمنا ان كل اليمنت اثناء الكيميكال رياكشن ليه رقم مختلف عن التاني وساين مختلف عن التاني. مهم الارقام دي ابقى عارفها جدا جدا، صريحه كده من الاخر، مهمه جدا. طيب انت هتعرفها ازاي وانت بتحل؟ ما ينفعش تحل سؤال ثانويه عامه وانت مش عارف فالنس، مهمه جدا. اقعد احفظ كل الارقام دي طريقه، بس انا هديك طريقه ممكن تسهل عليك. في حاجات هقول لك احفظها صريحه عشان ما تضيعش فيها وقت، وفي حاجات هقول لك ممكن تتعامل فيها بكراسه المفاهيم. كراسه المفاهيم فيها ايه؟ بريودك تيبل. فتعالى معايا على البلاك بورد اوريك ازاي هتتعامل بالبريودك تيبل وتستخدمه عشان تعرف فالنسي كل اليمنت. فجينا هنا اهو للبريودك تيبل. هنلاقي ان البريودك تيبل انا مش هشرحه دلوقتي، هيجي وقت اللي احنا نشرحه فيه، ولكن لو احنا بصينا بصه سريعه كده هنلاقي ان هو مكون من ايه؟ مكون من كولومز، عواميد بالشكل ده. ادي عمود وادي التاني وادي التالت وادي الرابع ادي الخامس وعمود في النص. ماشي، دي بنسميها جروبس. خلاص، فانا اللي انا عايزك تشوفه هو ايه؟ خلينا نمسح بس الاول كده اهو. بكل بساطه هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان اول عمود ليه رقم من فوق اسمه 1A. ركز بقى على المعلومه دي كويس قوي. ليه رمز من فوق اسمه ال1A. خلينا نكبر عليه. ال1A دي معناها ايه؟ معناها ان الاليمنتس كلها اللي في الجروب دي اخرها في اخر ليفل 1 الكترون. يعني لو مسكنا الهيدروجين عملنا له الكترون كونفيجريشن هنلاقي اخره 1 كده. لو مسكنا الليثيوم اللي فيه 3 الكترون، فطبعا انت عرفت ازاي تعمله، التوزيع هتلاقي ان هنا 2 1. خلاص كده مصدقيني ان طالما مكتوب فوق 1 يبقى اخر ليفل فيه 1. لو مسكنا الصوديوم حتى انتوا عارفين خلاص الصوديوم اخره 1. طيب معناها ايه برضو؟ ان كل الاليمنتس اللي في الجروب دي اخرها 1. مفهومه بقى ان الفالنس بتاعتها كلها هتبقى بكام؟ ببوزيتيف 1. ليه؟ لان كلهم يحبوا ان هم يلوزوا اخر الكترون عشان يبقوا ستيبل، سواء بقى ليثيوم اخره 2 او سواء صوديوم يبقى اخره 8. خلاص، يبقى دي حاجات جدا هتساعدنا قوي ان احنا نعرف الفالنس بتاعت كل ايه؟ كل جروب. تاني جروب اخره 2. حد ذكي يطلع يقول لي ايه معناه؟ ايه انه اخره 2؟ اخره 2 معناه انه هنلاقي انه اخر ليفل فيه 2 الكترون. فلو مسكنا مثلا المغنيسيوم كنا وزعناه في الفيديو اللي فات يبقى اخره 2 8 2 تانية، يبقى فعلا المغنيسيوم اخره 2 الكترون. كذلك كل الاليمنت اللي في الجروب بتاع المغنيسيوم اخرهم 2 الكترون. معناه ان اخرهم 2 يبقى معنى كده ان هم لو دخلوا رياكشن يحبوا ان هم يلوزوا 2 الكترون ويبقوا اخرهم 8 ستيبل. يبقى الفالنس بتاع الثاني كولوم بوزيتيف 2 والفالنس بتاعت اول كولوم كانت بوزيتيف 1. خلاص كده هنسيبنا من كل الكولومز اللي في النص دي، مش عايزكم تعرفوها بالطريقه دي دلوقتي لان احنا هنتنفخ فيها في شابتر 1 الترانزيشن اليمنت. لكن خلينا في حته احلى دلوقتي ان احنا نخش نكمل بقيه الجروبز اللي اولها A. هنلاحظ ان احنا عندنا جروب اللي بعده 3A. خلاص سهله جدا، يبقى الفالنس بتاعته بكام؟ ببوزيتيف 3 لان اخره 3 طالما اقل من 4 يبقى يحب ايه؟ يلوز، يبقى يلوز 3 الكترون يبقى بوزيتيف 3. وطبعا حبيب الملايين الالومنيوم مشهور قوي ان الفالنس بتاعته ببوزيتيف 3 وده اللي بنعمل منه الحيله للالومنيوم. تمام. اللي بعد كده 4 يبقى اخرهم كام الكترون في اخر ليفل؟ 4 الكترون يبقى يلوز كام؟ يبقى يلوز 4 الكترون زي الكربون مثلا بوزيتيف 4 اهو. تمام. سيبنا من الباقي، اهم واحد الكربون. الجروب اللي بعده اخره 5. اخره 5 يبقى يعمل ايه بقى؟ زي النيتروجين كده. الطبيعي ان انت تقول ان هو هيجين 3 الكترون يعني نيجاتيف 3، ولكن النيتروجين شاذ شويه فهو من نيجاتيف 3 لحد بوزيتيف 5 دي الفالنس بتاعته كلها. تمام. تعالى لو مسحنا كده او دخلنا على اللي بعده الجروب 6A. 6A يبقى اخرنا كام في اخر ليفل؟ اهو اخرنا 6 الكترون في اخر ليفل. يبقى الفالنس بتاعتي اجين ولا لوز؟ اجين. طب اجين كام الكترون؟ اجين 2 الكترون عشان يبقى اخر 8. يبقى انا هجين 2
الكترون عشان يبقى اخر ايه؟ اخر 8. ويبقى في الاخر الفالنس بتاعتي بنيجاتيف 2 لان انا عملت جين ل 2 الكترون. طيب اخر جروب بقى 7. 7 يعني ايه؟ يعني انا اخر 7 الكترون زي الفلورايد او الكلورايد اللي عمالين نتكلم عنه كتير. يبقى انا لما اجي اجين كام الكترون؟ 1 عشان يبقى اخر 8. يبقى الجروب ده كله الفالنس بتاعته بنيجاتيف 1. يبقى تاني كده مراجعه سريعه، لو احنا حبينا نراجع على كل الكلام ده هنقول ايه؟ هنلاقي انه الجروب ده الفالنس بتاعته ببوزيتيف 3، اللي بعده ببوزيتيف 4، اللي بعده بنيجاتيف 3 لبوزيتيف 5، بعد كده نيجاتيف 2، بعد كده نيجاتيف 1. كده لو انت معاك البريودك تيبل في كراسه المفاهيم في الامتحان، اي اليمنت يقف قدامك في الامتحان تقدر ترجع وتعرف الفالنس بتاعته بكل سهوله. هنا عندنا كام؟ بوزيتيف 1. هنا عندنا كام؟ بوزيتيف 2. خلاص كده احنا عرفنا بسهوله قوي الدنيا ماشيه ازاي. الجروب ده هنعرف الفالنس بتاعته، ولكن زي ما قلت في البريودك تيبل فموضوع سهل جدا. تعالى بقى بعد كده ناخد ايه؟ ناخد التوبيك اللي بعد الفالنسي، وهو التوبيك اللي اسمه الاتوميك جروب. فيا ترى ايه هو التوبيك اللي بعد كده؟ فهو الاتوميك جروب. يعني ايه اتوميك جروب؟ بالديفينيشن كده اتس ا جروب اوف اتومز combined together اوكي and enter the chemical reaction together. تمام. يعني برضه ما فهمتش. يعني بيقول لك يا عم دي مجموعه اتومز ماسكين في بعض كده ما بيسيبوش بعض. زي ايه مثلا؟ قال لك زي الشله اللي انت بتشوفها في الجامعه كده، مثلا شله صحاب لو واحد فيهم راح يجيب سندوتش كلهم بيروحوا معاه، لو واحد فيهم عنده مشكله او خناقه كلهم بيقفوا مع بعض. فهي نفس الفكره بالظبط، هم شويه اليمنتس كده لموا بعضهم واتفقوا ان هم هيبقوا مع بعضهم البعض، مش هيسيبوا بعض ابدا. لو دخلوا الرياكشن يخشوا مع بعض، لو خرجوا من الرياكشن يخرجوا مع بعض. تعالى كده على البلاك بورد اديك اكزامبل للاتوميك جروب. عندنا مثال هنا وهو ال SO4. مين هي ال SO4؟ قال لك ال SO4 اهي، ده مثال على اتوميك جروب. عندنا مثال هنا مثلا اللي هو ال SO4 دي مثلا مثال على اتوميك جروب. هنا لو احنا بصينا هنلاقي ان الجروب ده معمول من مين؟ معمول من وحدة سلفر، اتوم سلفر، و4 اتومز من الاكسجين. هم دول اللي متحدين مع بعض ما بيسيبوش بعض خالص، يخشوا الرياكشن مع بعض ويخرجوا من الرياكشن مع بعض. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي ايه ال SO4 بالشكل ده كده، قابلت وحدة صوديوم برضه بالشكل ده، قالت اما اعمل معاها رياكشن، خلاص مسكت معاها بالشكل ده. طيب حبت انها تفركش وتسيبها، ها هل الاو 4 مثلا تخرج والاس تفضل موجوده؟ قال لك لا، لو الاو 4 عايزه تخرج كلنا نخرج مع بعض كاس او 4. ما ينفعش حد يسيب التاني، احنا اخوات مع بعض، ويسيبوا الان ايه بالشكل ده. فهمتوا الموضوع؟ يبقى هي دي فكره الاتوميك جروب اللي ما بيسيبوش بعض خالص. طيب الاتوميك جروب بيبقى ليها فالنس هي كمان زي الاليمنت. يعني الاليمنت مثلا عارف ان ليه فالنس معينه، فالاتوميك جروب ليها فالنس برضه مهمه قوي لازم نبقى عارفينها. لو الاس او 4 مثلا الفالنس بتاعتها كام؟ دي بقى حاجات هتحفظها، ما مش هتعرف تجيبها من البريودك تيبل. مهمه جدا، مش موجوده في كراسه المفاهيم، مش هتعرف تحل حاجه في الاسئله من غيرها. الاس او 4 مثلا الفالنس بتاعتها بكام؟ قال لك نيجاتيف 2، يعني تجين 2 الكترون. نيجاتيف 2 يعني تجين كام؟ تجين 2 الكترون. ممكن مجموعه ثانيه اعرفك عليها مثلا ال NH4 اسمها الامونيوم. فاكر الكومباوند اللي كانوا بيستخدموه الانشنت سيفيلايزيشن عشان يعملوا التحنيط؟ اهو ده ال NH4. ال NH4 دي اتوميك جروب كلها على بعضها كده الفالنس بتاعتها ببوزيتيف 1. تمام، جميل قوي الكلام ده. انا عايز اوريكم بقى حاجه، واللي هو جدول يكون مجمع لنا كل الاتوميك جروب المهمين عندنا في المنهج. تعالوا نشوف الجدول ده. ادي ايه الاتوميك جروب الاولانيه الامونيوم، اللي لازم تبقى عارف الاسم النيم، وتبقى عارف كمان السيمبل بتاعها NH4، وتبقى عارف طبعا الفالنسي ان هي بوزيتيف 1. فدي سهله. امونيوم انا هنحاول نحفظكم شويه النيم مع السيمبل. هنا اسمها امونيوم. اسمها امونيوم ليه؟ علشان هي فيها نيتروجين. يبقى الامونيوم ده الان اللي فيها دي علشان فيها نيتروجين. تمام. بعد كده عندك النيتريت والنيترايت. النيتريت NO3 والنيترايت NO2، والاثنين الفالنس بتاعتهم بنيجاتيف 1. هنا نيجاتيف 1 وهنا نيجاتيف 1. يبقى عندنا نيتريت NO3 نيترايت NO2. برضك عشان يسهل علينا الحفظ، هي نيتريت اسمها نيتريت بالان عشان هي فيها ان، واسمها نيترايت بالان وهي فيها ان. بس يا دكتور في حاجه صعبه قوي الصراحه، انا مش هعرف احفظها، اللي هو ايه؟ هقعد الخبط. النيتريت هي ال NO2
ولا ال NO3؟ دي احفظها ازاي؟ تعالى اقول لك على طريقه سهله جدا. بص، هي eat اللي هي معناها ياكل، الماضي بتاعها ايه الانجليش؟ الماضي بتاعها ate، A T ما في العربي. طيب لا، الماضي بتاعها ايه؟ ate اهي ate. تمام تمام، جميل الكلام قوي. فايت معناها ياكل صح، فدي بتيجي مع الاكسجين الكتير، ما هي جايه من الاكل بقى، فبتيجي مع الاكسجين الكتير. يعني نايتريت، نايتريت اخرها ايت صح، يبقى معناها فيها اكسجين كتير NO3. طب نايترايت لا، اكسجين قليل بقى اللي هي ال NO2. يبقى جينا نراجع الحته دي، نايتريت اخرها ايت يبقى تاخد اكسجين كتير NO3. نايترايت لا لا لا، دي ايت ما فيهاش اكسجين كتير يبقى NO2. جميل الكلام. عندنا بعد كده من ضمن جروب اسمها باي سلفيت. بس تعالى قبل ما ناخد الباي سلفيت اديك مجموعه السلفيت. فاكر مجموعه السلفيت اهي الاس او 4 السلفيت اس او 4 اهي. بس في مجموعه تانية بقى اختها شبهها اسمها السلفايت اس او 3. هتلخبط بقى، مش هعرف السلفيت اس او 4 ولا اس او 3، لا هتعرف بالقاعده اللي قلت لك عليها. 8 اهي، 8 اهي يبقى ايه اكسجين كتير يبقى هي الاس او 4. ايت اهي يبقى اكسجين قليل يبقى هي الاس او 3. والاثنين نيجاتيف 2 الفالنس بتاعتهم حفظ صم. يبقى انا بحاول اديك حاجات سهله. سلفت الاس يبقى اس، سلفيت بالاس برضو يبقى اس. يبقى دي حاجات كلها عماله بتساعدنا. عندنا طيب بقى مجموعه الباي سلفيت نرجع لها تاني. بص، سلفيت يعني اس او 4 دي سهله. الباي دي بتترجمها لسيمبل الهيدروجين، يبقى باي معناها هيدروجين. يبقى لما اقول لك باي سلفيت يبقى اتش اس او 4، باي سلفيت يبقى اتش اس او 4. طب باي سلفايت، سلفايت انا عارفها بقى اس او 3 اكسجين اقل، والباي يبقى هنزل هيدروجين اتش اهي سهله. تمام. تعالى ناخد جروب من تحت كده، كربونيت. كربونيت مش هي فيها سي يبقى ننزل سي. 8 يبقى اكسجين كتير صح، يبقى سي او 3. يبقى الكربونيت دي السيمبل بتاعها ايه؟ سي او 3. تعالى نمسح اللي احنا عملناه ده كده اهو، كربونيت سي او 3. طيب بعد الكربونيت عندنا ايه؟ عندنا جروب اسمها الباي كربونيت اهي، باي كربونيت. كربونيت سي او 3 نزلناه، والباي خلاص عرفنا هننزلها الهيدروجين فهي اتش سي او 3. هنا الفالنسي بنيجاتيف 1 والكربونيت الفالنسي بنيجاتيف 2. حفظ صم، كربونيت نيجاتيف 2 بينما الباي كربونيت عشان فيها اتش بقت نيجاتيف 1. خلاص كده سهله. تمام. ايه تاني عندنا في ضمن الجروب دي؟ هيدروكسايد. هيدروكسايد سهله، او اتش ونيجاتيف 1. اسيتيت، الاسيتيت دي اتوميك جروب من الاورجانيك، لما نخش الاورجانيك ان شاء الله هنتكلم عنها كتير، بس خلينا دلوقتي نحفظها بطريقه سهله. بنسميها ايه؟ بنسميها كح 3 كو. كح 3 كو. يبقى دي افضل طريقه عشان تحفظ الاسيتيت. تحفظها ازاي الاسيتيت؟ اسيتيت كح 3 كو، كح سي اتش 3 كو يبقى سي او او. تكتب كل الفورمولا او كل السيمبل دي يبقى انت كده كتبت الاسيتيت وبنيجاتيف 1. جميل الكلام. بعد كده عندنا ايه؟ عندنا الداي كروميت، دي برضو جروب اللي هي CR2O7. يبقى الداي كروميت ننزلها ازاي؟ CR2O7 بنيجاتيف 2. والفوسفات قديمه BO4 وبنيجاتيف 3. دي الوحيده اللي 3، دي الوحيده اللي 3 خلاص. والحاجات اللي 1 قليلين اللي هي الاسيتيت مثلا، هيدروكسايد، باي كربونيت، باي سلفيت، باي سلفايت. تمام. عندنا ايه كمان؟ عندنا كمان امونيوم نايتريت. دي الحاجات اللي ب1. لقيت الحاجات بكام؟ عندنا ب2 بقى اللي هم السلفيت والسلفايت والكربونيت. انت ممكن تحفظ ال3 فوسفيت، تحفظ ال2 اللي هم سلفيت كربونيت دايكروميت، والباقي كلهم تديهم 1. حلو كده الكلام. يلا كده احنا خلصنا. كده احنا خلصنا الاتوميك جروب. عن ايه كيميكال فورمولا؟ الكيميكال فورمولا قبل ما اقول لك هي ايه، تعال احكي لك قصه لطيفه الاول. انه زمان قبل ما الناس تعمل سيمبلز موحده كانت الدنيا ماشيه ازاي؟ والله كان بيبقى عندك مثلا ساينتست مثلا من فرنسا يقول لك انا هسمي الصوديوم السيمبل بتاعه اس، واحد تاني من انجلترا يقول لك لا انا هسميه ان، واحد تاني يقول لك لا انا هسمي السيمبل بتاعه بي. فكانت دي مشكله كبيره. اللي لاحظها برازيلي قال احنا منظرنا وحش قدام الناس لما كل عالم مطلع له سيمبل وكده، انا هعمل سيمبلز موحده واللي مش هيمشي بيها مش تبعنا خلاص. فابتدى انه يعمل سيمبلز موحده زي الصوديوم ان ايه، الايرن اف اي، السلفر اس، عملها موحده بالظبط. ماشي يا عم برازيليس. فبرازيل لما عمل كده انقذ الموقف، بس عمل حاجه احلى. قال لما يكون عندي كومباوند وعايز احوله لصوره سيمبلز اعملها ازاي؟ دي كانت الفكره. لو عندي صوديوم كلورايد، ايرن كلورايد، ازاي احولها لسيره سيمبلز وسيره فورمولا؟ دي بقى الكيميكال فورمولا اللي هنتكلم عليها دلوقتي، واللي انا هشرحها لك واوريك ازاي برازيليس قدر ان هو يعملها. فخليك معايا على البلاك بورد. برازيليس لقى ايه؟ قال لو انا عندي
صوديوم كلورايد. ده ايه؟ ده كومباوند، ده الاسم بتاعه الانجليش، بس انا عايز احوله لسيمبل زي ما الصوديوم ممكن احوله لان وكلورايد لسيل، فانا عايز احوله لكومباوند. فقال اول حاجه لازم تترجم كل اليمنت للسيمبل بتاعه، فقلت له همشي ورا كلامك يا برازيليوس. قال لك الصوديوم هينزل لان ايه، والله سمعت كلامه. تاني حاجه قال الكلورايد هينزل لسي ال، فقمت سامع كلامه ومنزله كسي ال. ماشي، ايه تاني يا عم برازيليوس قاله؟ قال بص انت خلصت الموضوع ده، فاكر لما دكتور محمود شرح الفالنسي كمان لازم تنزل، بس وانت بتنزلها بعد اذنك اعمل لي كروس، لو ما عملتش كروس ابلع درجه السؤال. طب يعني ايه برضه يا برازيل؟ اسالك يعني الصوديوم ده مش الفالنسي بتاعته ب1، طب اكتبها بس وانت عاكس، اكتبها هنا كده. قال لك مش الكلورايد ده الفالنسي بتاعته ب1، قال لك اكتبها بس وانت عاكس بالشكل ده كده. طب وبعدين يا برازيل اعمل ايه؟ انت صعبت على الموضوع كده. قال لك يا عم الموضوع ولا صعب ولا حاجه. قال لك شايف انت التو نمبرز اللي انت كتبتهم دول؟ مالهم؟ قال لك لو تعرف تعمل ديفيجن على كوفيشنت اعملها. يعني مثلا لو كانت دي 2 و4 كنت هديفيجن على 2، بس هنا دلوقتي عشان ده 1 و1 خلاص. طب بعد كده يا عم برازيلي اسالك الارقام اللي تبقى لك تحت هتكتبها فوق، يعني هتكتب هنا 1 وهتكتب هنا 1. بس يا برازيلي ال1 شكلها مش مكتوب حلو. قال لك خلاص لما يبقى في 1 مثلا ما تكتبوش، دي ممكن اعذرك فيها. لو عندك 1 ثواني، لو عندك 1 بالشكل ده ممكن ما تكتبوش ساعتها، لكن لو عندك ارقام ثانيه زي 2 و 3 اكتبها. طب يا برازيليوس وبعد كده قال لي انت مبروك خلصت. شفت الموضوع سهل ازاي؟ يعني اكتب ايه مثلا؟ اكتب ان ايه سي ال كده، انا كتبت كيميكال فورمولا مظبوطه. طيب نخش على حاجه اصعب شويه. لو انا عندي كومباوند اسمه صوديوم، يلا بقى حاجه كده من ريحه الاتوميك جروب اللي احنا شرحناه، صوديوم سلفيت. اهو ماله الصوديوم سلفيت ده يا عم برازيليوس؟ تعال نشوف. الصوديوم سلفيت هنلاحظ ان احنا عشان الصوديوم ده ينزل هننزله على ايه ان ايه، انا بترجم اهو، دي الخطوه الفيرست او الستيب نمبر 1. السلفيت هيترجم لايه؟ لاس او 4، ده السيمبل بتاعه. طب كده خطوه الستيب نمبر 1 تمام. ستيب نمبر 2 قال لي نزل الفالنسي معكوسه، فقلت له ماشي. الصوديوم ب1 نزلتها، السلفيت ب2 نزلتها. وبعدين يا برازيليوس اعمل ايه؟ قال لك تعرف تعمل ديفيجن هنا، تاخد واحد كومن فاكتور. ما اعرفش اخد كومن فاكتور، خلاص يبقى انت نزلها زي ما هي. يبقى ستيب نمبر 3 تبتدي تكتب الفالنسي بقى، يعني على الصوديوم اكتب 3 وعلى السلفيت مش 3 معلش هكتب 2، والسلفيت المفروض اكتب ال1 كده تمام. ال1 طبعا احنا ما بنكتبهاش، بنقوم ماسحينها. خلاص كده احنا خلصنا. يبقى كده لو انا هكتب الفورمولا دي مظبوطه في الاخر هتبقى بالشكل ده اللي هو Na2SO4. جميل يا عم برازيليا زي الفل، الله ينور عليك. طب وبعدين اديني واحد كمان. قلت له ماشي. لو انا عندي مثلا باريوم، ثواني، لا او باريوم فوسفات. الباريوم ده إيليمنت من الجروب 2A، المفروض حافظين السيمبل بتاعه مثلا بBA. طب والفوسفات ده الBO4. يبقى انا كده اول ستيب عملتها نزلت السيمبلز. تاني ستيب هكتب الفالنس. الباريوم هترجع هتلاقيه في الجروب 2A. ها حد شاطر معايا عارف لو جروب 2A يبقى الفالنس بكام؟ برافو عليك ب2. طب الBO4 حد حفظ الجدول بتاع الاتوميك جروبز الفالنس بتاع الBO4 بكام؟ ب3. فهنا عندنا 3 وهنا 2. هل اعرف اخد كومن فاكتور؟ لا. طب نيجي الخطوه نمبر كده، خطوه رقم 2 عملناها، خطوه نمبر 3. برازيل اسال نعمل ايه؟ نكتب الارقام دي فوق، فنكتب هنا 3 ونكتب هنا 2. في مشكله ظهرت لي بقى لما يكون عندي اتوميك جروب زي كده كبيره وعايز اكتب عندها نمبر تحت كده، اعمل ايه؟ او عامل باكت بالشكل ده واقوم حاطط ال2، لان ال2 دي كده تبع ال4 تبع الاو وتبع الايه تبع البي، فلازم اعملها ان باكت بالشكل ده، ما ينفعش اعملها من غير باكت. خلاص تعالى بقى نكتب الكلام اللي احنا عملناه ده. هتبقى بي اي 3 BO4 ان باكت 2. خلصت انا كده لسه. هديك اكزامبل اخير، اكزامبل نكون بناخد فيه كومن فاكتور. لو قلت لك عندنا مثال مثلا زي الكربون، لا ثواني، ماشي، كربون داي اوكسايد. الكربون عندنا اهو بسي والاكسجين ينزل. الكربون الفالنس بتاعته 4 والاكسجين ب2. وبعدين ولا قبلين. هنا بقى نعرف ناخد كومن فاكتور بسهوله جدا. هنعمل ديفيجن على ال2، فهنا 2 اوفر 2 1، 4 اوفر 2 ب2 بس. واخر حاجه برازيل اسالها كنا بنكتبهم ايه؟ بنكتبهم فوق فتبقى سي
2 بالظبط كده. دلوقتي خلصنا الكيميكال فورمولا، هنخش دلوقتي بقى على توبيك جديد اسمه البالانس. يعني ايه بالانس؟ بالانس طلبه كتير جدا ما بتحبوش من سنه اولى ومن سنه ثانيه لما كانوا بياخدوا. تعال نحاول نلطف الدنيا فيه شويه على قد ما نقدر. قبل ما نخش على البالانس خلينا نعرف ان في حاجه عندنا اسمها الكيميكال رياكشن او الكيميكال ايكويشن. الكيميكال رياكشن ده يعني تفاعل كيميائي، بندخل شويه رياكتنت كيميكال سبستانس تقعد تتفاعل مع بعضها وتندمج مع بعضها فتطلع لي برودكت جديده جدا. يبقى عندي مثلا سبستانس اسمها ايه؟ سبستانس اسمها بي، هوب التحموا مع بعض فكونوا لنا سبستانس اسمها سي مثلا، وهو ده البرودكت اللي انا بقول لك ان هو اتكون. تمام. الكيميكال رياكشن العلماء حبوا ان هم يعملوه على هيئه ايكويشن، تمام، على هيئه حاجه كده، على هيئه كلها تتكتب سيمبلز. يعني مثلا لما اقول لك الصوديوم بيرياكت ويز الكلوراين عشان يجيب صوديوم كلوراين، الصوديوم رياكت ويز الكلوراين تو جيب صوديوم كلوراين، او معملها لك على هيئه ايكويشن. فهي دي الكيميكال ايكويشن اللي بقول لك عليها. الكيميكال ايكويشن دي دايما بتحتاج او غالبا في معظم الاحيان بتحتاج ان احنا نعمل لها بالانس نوزنها. بص كده بالانس من الاسم كده تحس ان انت بتوزن كفتين، لكن عندك الميزان بتاع الخضار وبتوزن الكفتين بتوعه. لازم الكفه الحاجات اللي داخله تبقى قد كفه الحاجات اللي خارجه. يعني لو انا قلت لك مثلا فرضا مثال ان انا بعمل صينيه كيكه فدخلت فيها كيلو دقيق، متوقع ان الكيكه اللي خارجه من تحت ايدك يبقى داخل فيها قد ايه دقيق؟ كيلو دقيق. طالما دخلت حاجه يبقى لازم الخارج منها قدها بالظبط. فدي هي فكره البالانس. فتعالى اشرحه لك هنعمله ازاي على البلاك بورد. والله لما جم يشوفوا مثلا البالانس، مثلا فرضنا مثلا المثال اللي احنا شرحناه اللي هو بتاع الصوديوم اللي بيرياكت ويز الكلوراين، فالاثنين مع بعض طبعا هيدونا NaCl. هل هي كده بالانسد؟ لا. تعال نشوف. بنشوف مين اللي داخل. والله انا داخل عندي الرياكشن ده استاذ صوديوم عدده 1، داخل عندي استاذ كلوراين عددها 2. خرج عني مين؟ خرج عندي وحده صوديوم وخرج عندي وحده كلوراين. ها، مشكله دي ولا مظبوطه؟ والله الصوديوم محترم نفسه زي الفل. المشكله عندي هنا ان دخل عندي 2 كلوراين خرج عندي وحده كلوراين. انا متضايق، ما ينفعش، لازم ان اللي داخل قد اللي خارج. ايه الحل؟ بص انا شايف مثلا حل من ضمن الحلول. والله لو الاثنين دي بقت واحد انا هبقى مرضي قوي والدنيا تبقى جميله. صح. طب ازاي الواحد دي او التو دي تبقى 1؟ ها، حد يفكر ازاي؟ ايه رايك لو التو دي عملنا ملتبلاي في هاف؟ مش تبقى 1 هاف ملتبلاي 2 ب 1؟ طب ازاي اعمل ملتبلاي؟ احط الهاف فوق كده اهو، الهاف هنا ملتبلاي 2 تبقى ب 1، يبقى داخل 1 خارج 1، كده بقت الدنيا مرضيه زي الفل. طيب تعالى ندي مثال تاني يوضح الصوره اكتر. لو قلت لك نيتروجين N2 رياكت ويز الهيدروجين H2 بتديني امونيوم NH3، ها بالانسد ولا لا؟ تعالى نكتب زي ما كتبنا. استاذ نيتروجين دخل ب2، هيدروجين دخل ب2، واحنا خارجين لا، خرج عندي وحده نيتروجين، اول مشكله ظهرت اهي، وخرج عندي 3 هيدروجين، تاني مشكله ظهرت عندي برضو. ها، حلها ازاي؟ تعال نشوف. 2 هيدروجين خرج 1 هيدروجين، يبقى انا حل ايه؟ حل ان اخلي ال1 دي 2، ده حل من ضمن الحلول. طب ازاي اخلي ال1 تبقى 2؟ لو عملت 2 ملتبلاي 1 مش ب 2؟ صح، يبقى انا اطلع فوق اكتب 2 بقى، يلا اجري فوقهم كاتب 2. طب ينفع اسال سؤال؟ ليه ما كتبتش مثلا هنا ال2 مثلا هنا كده؟ وانت بتعمل بالانس عيب عليك تكتب حاجه تحت، عيب وانت بتعمل بالانس تكتب حاجه تحت، هتخرب الدنيا وهيسقطوك. اكتب فوق، بتكتب فوق. وخلي بالك وانت كتبت ال2 دي كتبتها على الامونيا كلها، يعني هي ملتبلاي هنا وكمان ملتبلاي هنا، يبقى ال2 ملتبلاي هنا وملتبلاي هنا. يبقى هل الهيدروجين فضل زي ما هو 3 ولا بقى 2 ملتبلاي 3 في 6؟ ب 6، يبقى اشطب على ال3 اللي تحت وخليها في 6. كده بقى عندنا تحت 6 هيدروجين، النيتروجين بقى زي الفل 2. مشكلتي في مين؟ مشكلتي في الهيدروجين. الهيدروجين هنا ب2 وهنا ب6. حل ايه بقى؟ حل ان اخلي الهيدروجين اللي تحت ده ب6. ازاي؟ طيب املتبلاي في 3، لان 3 ملتبلاي 2 ب6. خلاص انا كده فاهم ان انا هجري فوق ومكاتب 3 فوق. تعالى كده نراجع. 2 نيتروجين 2 نيتروجين، 6 هيدروجين 6 هيدروجين. اكتبها لك على نظافه. تعالى نشوف. N2 بلس 3H2 بتيكوال 2NH3. ها، مقتنع معايا خلاص ان احنا عندنا 2 نيتروجين 6 هيدروجين، ال2 دي ملتبلاي هنا فبرضه عندي 6 هيدروجين. كده الحمد لله بقيت بالانسد. تيجي اديك مثال تاني مثلا زي ده. لو قلت لك الاير هيرياكت with
oxygen to give iron. ثواني. iron تراي اوكسايد. هعملها ازاي دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نشوف. اول حاجه هترجم اللي هو الايرن السيمبل بتاعه اف اي. قال لك بيرياكت ويز الاكسجين السيمبل بتاعه او 2. وبعدين ايرن رياكت ويز الاكسجين جيب ايه؟ ايرن تراي اوكسايد. تعال نشوف هو ايه. ايرن اوكسايد. حلو، يبقى ده كومباوند، يبقى ده كيميكال فورمولا. برجع لكلام برازيليوس. حلو، الايرن عندي الفورمولا الفالنس بتاعته هو الايرن تراي، يبقى هو مديني اصلا الفالنس ب 3، يبقى معاكس. اوكسايد الاكسجين الفالنس بتاعته 2، اقوم كاتبها كده. هل اقدر اخد كومن فاكتور؟ لا ما اقدرش، يبقى اقوم كاتبها زي ما هي Fe2O3. جميل الكلام. اعمل ايه بعد كده؟ تعالى بقى نكتبها تحت تاني ونحاول نعمل لها البالانس بتاعها. Fe بلس O2 بتديني Fe2O3. هنا عندي استاذ ايرن داخل بنفر، استاذ اكسجين داخل ب2. الايرن وهو خارج خرج ب2، مشكله. الاكسجين وهو خارج خرج ب3، مشكله برضه. نحلها ازاي؟ نظبط الايرن الاول. ايه رايكم؟ تمام. الايرن داخل ب1 خرج ب2، حلها ايه؟ حلها ان انا احط 2 هنا ملتبلاي 2، يبقى كده 2 2. طب الاكسجين اللي كان ب2 بقى 3، حلها ايه؟ هنا ارقام 1 اوفن 1 اود، مشكله. حلها ازاي؟ حد شاطر يقدر يفكر فيها؟ لو انت فكرت فيها وجبتها تبقى طالب ذكي الصراحه، ولو ما جبتهاش برضه ذكي لان السؤال صعب. هنا ممكن نملتبلاي في 3 ملتبلاي 2 بكام؟ 6. نيجي هنا نملتبلاي في رقم تاني بقى 2 ملتبلاي 3 ب 6. الله، دي 6 هي ال 6 كده احنا ظبطناها. تعال نكتب فوق، يبقى هنا عندي 3 واجي هناك عند ال 2 اللي هناك او كاتب عندها كام؟ او كاتب عندها، لا دي مش هتنفع كده بالطريقه دي. تعال نجرب طريقه ثانيه، لان احنا لو كتبنا 2 هنا عند الايرن، طب اقول لك على حاجه، خلينا نكتب يعني هنا كده كتبنا 3 وهنا كتبنا 2، بس حصل عندي مشكله ثانيه باظت، اللي الايرن هنا بقى 4. حله ايه لما الايرن بقى 4؟ ارجع اظبط الايرن اللي كان داخل، بدل ما انا مدخله ب2 خليني مدخله ب4 كده اتظبطت. يبقى الايرن داخل ب4 خرج ب4، الاكسجين داخل ب6 خرج ب6 برضه، كده بقت بالانسد عندنا. تمام. طب تيجي اكتبها لك تاني واحلها لك بطريقه تانيه. لو الايرن بيرياكت with الاكسجين to give Fe2O3، حلها ايه دي؟ غير الطريقه اللي انا عملتها. هنا عندي 1 ايرن 2 اكسجين، هنا عندي 2 ايرن و3 اكسجين. الايرن قلنا هنحط هنا 2 عشان يثبت. الاكسجين بقى نظبطه ازاي؟ ازاي ال2 دي ممكن اخليها 3 من غير ما ملتبلاي في الناحيتين؟ ايه رايك لو عملت ملتبلاي في 3 اوفر 2؟ مش طريقه حلوه؟ 3 اوفر 2 لان ال2 تروح مع ال2 يبقى لي 3، فيبقى 3 وهنا 3 ظبطت. خلاص يبقى تعالى نحط يا معلم فوق 3 اوفر 2. فدي كانت الطريقه الثانيه اللي كنت عايز اقول لك عليها. قبل ما اسيبك واحنا كده خلصنا البالانس، انا عايز اشرح حته ثانيه على البلاك بورد اللي هي بتقول ايه. هو انا ليه لما كتبت الاير كتبت اف اي بس ما كتبتش اف اي 2؟ ولما بكتب الصوديوم بكتب ان اي بس ما بكتبش ان اي 2؟ لكن وانا بكتب حاجات زي الاكسجين والهيدروجين والنيتروجين كتبت جنبهم 2. تعال اشرح لك الفكره دي ايه. احنا في حاجه عندنا بنسميهم ذا سبيشال 7 او خلينا نسميهم ذا فانتاستيك 7. السبع الرائعين. ايه السبع الرائعين دول؟ قال لك اللي هم الهيدروجين، النيتروجين، الاكسجين، الكلوراين، الفلوراين والبروماين. دول كده كام؟ 1 2 3 4 5 6، وسابع واحد هو الايودين. كده احنا عندنا 7. السبعه اللي قدامك دول جازز كلهم، 7 اليمنتس كلهم جازز. قال لك وانت بتكتبهم في اي ايكويشن ابوز ايدك اكتب 2 دايما، اوعى ما تكتبش 2. يبقى هيدروجين اكتب 2، نيتروجين 2، اكسجين 2 2 2 2 برضه. ده على عكس بقيه الاليمنت، اي اليمنت تاني بتكتبه سنجل كده لوحده. قال لك ان صوديوم يبقى بتكتب ان ايه في الايكويشن عادي جدا. قال لك ايرن تكتب اف اي عادي. مين هم السبعه اللي ممكن ينقصوك في الامتحان لو ما كتبتش جنبهم 2؟
الاليمنتس دي كلها مهمه قوي 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 موت. تمام. احنا هنا كده خلصنا شرح الحصه دي، شرحنا فيها 6 توبيك مهمين جدا. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لايك وتسيبوا تعليق. ان شاء الله عايز اخد رايكم، ان احنا بنفكر نعمل حصص لايف واحنا بنحل فيها، مش بس حصص مسجله هتنزل حل كتاب المعاصر وكتب تانية، لا بنفكر نعمل لايفز يبقى انتوا طالعين فيه وتقدروا تسالوا فيه وتفتحوا المايك وتتكلموا، سواء على التليجرام او على اي منصه. يبقى طريقه تفاعليه كده، يعني كل واحد يبقى عارف غلطته ايه وبيحل. اسال الطالب يحاول يحل معايا، اعرف نقاط ضعفه. فقولوا لي كده رايكم في التعليقات في الفكره دي، وسلام عليكم.